مساء الخير عليكم واهلا بيكم في مطبخ احلى اكله. النهارده ان شاء الله هعمل مربى الفراوله. الفراوله طبعا من المربات الحلوه جدا جدا. هنعملها قبل ما موسم الفراوله يخلص. كل سنه وانتم طيبين. هحتاج النهارده معايا سكر والفراوله. دي المرحله الاولى. انا ما عندي هنا 3 كيلو فراوله غسلاها ومنضفاها كويس جدا جدا، وبعدين قطعتها مكعبات صغيره زي كده وما تكونش صغيره قوي. تمام. ال3 كيلو دول بعد التنظيف، يعني انا خدتها نضفتها وبعدين وزنت 3 كيلو وبعدين قطعتها. تمام. عليهم النص بالظبط، كيلو ونص من السكر. تمام. بس كده. انا بقى هبتدي اقول بسم الله واحط السكر كده واقلب. احط كمية السكر كلها واقلب. بس كده. تمام. ده شكل الفراولة بعد ما حطينا عليها السكر. قلبتها كويس جدا. مش هعمل فيها حاجة خالص دلوقتي غير ان انا هغطيها زي ما انتوا شايفين كده علشان خاطر السكر يدوب والفراولة تنزل ميتها. تمام كده. ممكن اسيبها يوم كامل عادي بره التلاجة، مش مشكلة. انا هسيبها دلوقتي حوالي 6 ساعات او 8، او لما الاقي السكر داب، يعني ملهاش عدد ساعات معينة، ما فيهاش مشكله يعني. تمام. انا هسيبها كده هركنها عادي بره التلاجة، وكل شويه كل ساعه مثلا اقلب فيها. هتلاقي السكر نزل في القعر. اهم حاجه ان انت تقلبي من تحت لفوق بمعلقه علشان خاطر السكر يتقلب ويدوب بسرعه. تمام. انا هسيبها دلوقتي ولما السكر يدوب. شايفين هنا الفراوله خلاص بعد بيتها في التلاجة. انا عملتها كنت عاملاها بالليل. السكر داب خالص خالص، يعني حاجه بسيطه خالص اللي فاضلين، مش مشكله. شايفين كل السوائل ده هي الميه اللي نزلت من الفراوله والسكر لما داب. انا دلوقتي هشغل عليها البوتاجاز على نار متوسطه علشان تغلي، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. هنا انا معايا ليمونه كبيره. شايفين كبيره ازاي؟ لو الليمون صغير ممكن تستخدمي ليمونتين. انا دلوقتي هعصرها واجهزها علشان خاطر لما اول غلوتين كده من الفراوله تغلي هبتدي انزل عصير الليمون عليها. شايفين هنا الفراوله ابتدت تغلي معايا. عايزه اقول لكم بس حاجه، اهم حاجه لما تيجي تحطي الفراوله في حله تحطيها في مقاس اكبر من كميه الفراوله بكتير، عشان خاطر هي لما بتغلي ممكن تفور معاكي وتبوظ لك الدنيا، وده سكر، فعشان ايه ما تبوظلكيش الدنيا. اهم حاجه درجه الحراره بعد ما بتغلي توطيها، لا هي وسط ولا هي قليله، يعني في النص. من الوقت للتاني كده تقلبيها. في برضو زي وش ابيض كده هيطلع لك، يستحسن ان انتي تشيليه علشان ده خاطر ممكن يقللك من مدة الصلاحية بتاعتها، فيستحسن ان انتي تشيليه. تمام كده. وادي الليمون انا عصرته وصفيته. المفروض الليمون انا هقولك مقداره، يعني لكل كيلو معلقة ليمون كبيرة، اللي هي معلقة الاكل اللي هي زي دي كده. هتحطي معلقة كده لكل كيلو. تمام. انا هنا عاملة 3 كيلو، هحط 3 معالق كبار. اوكي. هنا خلاص بعد ما غلت وشلت الوش بتاعها هبتدي بقى احط الليمون. ادي 1 2 3، يعني زي ما قلنا هي على كل كيلو معلقة كبيرة مليانة، هيبقى حلو قوي. اسيبه بقى هنا لغاية لما يعقد وتبقى مربى. تمام. طبعا الكمية بالنسبة يعني لمدة التسوية على حسب الكمية اللي انت عاملاها. لو عاملة كمية قليلة طبعا مش هتاخد وقت كتير، لو عاملة كمية كبيرة هتاخد وقت كتير. تمام. خلاص كده المربى بتاعتنا استوت. هي تقريبا اخدت نص ساعة. ده شكلها بعد ما استوى. شايفين غمقت ازاي؟ وطبعا الكمية قلت كتير. ده الكمية اللي انا عملتها 3 كيلو، هم دول اللي تفضلوا منها. برضو كمية حلوة مش وحشة. في الاول بتبقى خفيفة زي ما انتوا شايفينها كده، بس لما بتبرد شوية طبعا بتمسك، بتاخد القوام المطلوب بتاع المربى. دي مربى طبيعية 100% من غير جيلاتين، من غير مواد، من غير الوان صناعية، من غير اي حاجة. تمام.
انا دلوقتي هسيبها بس تهدى يعني 15 دقايق كده، وبعدين هبتدي اعبيها في البرطمانات. برطمانات طبعا نضيفه متعقمه، بتعقميها بحله ميه مغليه، بتنزليها فيها تغلي غلوتين، وبعدين بتطلعيها ما تنشفيهاش، هي هتنشف لوحدها تماما. بس اكفيها على وشها كده تحت اي فوطه نظيفه بس كده، والغطيان كمان معاها تتغلى وتتعقم. انا دلوقتي زي ما قلنا هسيبها تهدى بس 10 دقايق، وبعدين هعبيها في البرطمانات ونشوف شكلها. هنا خلاص خلصنا المربى وحطيتها في البرطمانات وحطيتها في التلاجة تسقع. ده بقى بيكون شكلها بعد ما سقعت. شايفين لونها وشكلها، لمعتها تحفة. بصوا بقى القوام بتاعها تحفة، شايفين لون وقوام وطبيعية 100%، من غير اي الوان صناعيه او جيلاتين او حتى جيلي فراوله ولا اي حاجه. شايفين تحفه. وقطع انت طبعا عايزاها، لو اللي هي سايله من غير قطع ممكن تضربيها في الخلاط، بس هي حلاوتها ان هي كده، وسكرها مظبوط جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي، هتعجبكم قوي ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو من فضلكم اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم في وصفه جديده من مطبخ احلى اكله. مع السلامه.